السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد انتشار أخبار عن ضم النادي الأهلي للاعب بيسولي مهاجم أتلتيكو بارانيس البرازيلي، النادي البرازيلي يؤكد أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي لضم اللاعب حتى الآن. محمود متولي يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي بشكل تدريجي بعد مواجهة المقاولين العرب في الكأس. جلسة جديدة بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر المدير الفني لحسم مصير بعض اللاعبين سواء بالرحيل أو البقاء في الأهلي. كولر يجهز محمد أشرف لقيادة الجبهة اليسرى في مواجهة المقاولين العرب في الكأس. النادي الأهلي يخوض اليوم آخر تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون. مارسيل كولر يشيد بأداء اللاعب الشاب أحمد أشرف ويعد بمنحه فرصة الظهور مع الفريق قريبا جدا. بعد وعد كولر للاعب محمد هاني ينتظر منحه فرصة الظهور أمام المقاولين العرب في مباراة الكأس. جوسوالدو فيريرا يخبر الزمالك بالعودة إلى مصر يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري. الزمالك يواجه المصري اليوم في بطولة كأس مصر على استاد برج العرب الساعة 5 مساء. كاف يعلن رسميا يوم 12 ديسمبر موعد لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية. عرض برتغالي للاعب حسام عبد المجيد، واللاعب يطالب إدارة الزمالك بدراسة العرض جيدا والموافقة على رحيله لرغبته في خوض تجربة احترافية. رسميا فرج عامر رئيسا لنادي سموحة ويفوز بالانتخابات باكتساح ويحصل على 8500 صوت بفارق أكثر من 3000 صوت عن أقرب منافسيه. بعد نجاحه في الانتخابات فرج عامر يعد طارق العشري مدرب سموحة بضم محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن لمدة موسم ونصف من الأهلي على سبيل الإعارة. منتخب قطر أول الراحلين عن بطولة كأس العالم بعد الهزيمة من السنغال ب3 أهداف مقابل هدف واحد. بعد الهزيمة ب6 أهداف إيران تحقق المفاجأة وتفوز على ويلز بهدفين مقابل لا شيء وتصبح في المركز الثاني خلف منتخب إنجلترا بعد التعادل مع الولايات المتحدة بدون أهداف. المنتخب التونسي يواجه استراليا اليوم الساعة 12 ظهرا في الجولة الثانية، والمنتخب السعودي يواجه بولندا. في حالة فوز المنتخب السعودي يصبح أول المتأهلين لدور ال16. تقارير صحفية تعلن أن آبل تدرس شراء نادي مانشستر يونايتد وترصد 6 مليار دولار لإتمام الصفقة. تين هاج يطالب إدارة يونايتد بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة بديلا لكريستيانو رونالدو. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله. هيرفي رينار